بقع الزيت تقريبا من اكتر البقع اللي بتواجهنا في الملابس بتاعتنا، عشان كده في الفيديو ده هقول لكم على طريقه سحريه هتقدروا تطلعوا بيها اي بقعه زيت موجوده في اي ملابس عندكم بكل سهوله. مش بس كده، ده حتى لو البقعه ديت قديمه في اللبس عندكم واتغسلت كذا مره، كل اللي عليك تصلي على النبي وتكمل معايا الفيديو للاخر. ده قميص من عندي حطيت عليه بقعة زيت عند علامة مميزة كده عند الصدر عشان نبقوا عارفين مكانها، وهبل حواليها اهوت وهحاول انشفها عشان تكونوا مقتنعين ان دي فعلا بقعة زيت. بالنسبة بقى للناس اللي خدت مني الشوزات بتاعة المكوى بيكون تركيبها بالشكل ده كده، بنركب شداد قدام والشداد التاني بيكون ورا كده. والناس اللي ما تعرفش ده ايه، ده كفر بيركب على المكوى بنكوي بيه، وده بيحافظ على الملابس من اللمعان واللسعات والكلام ده كله، وكمان بيحافظ على كف المكوى من الخرابيش والحرق اللي بيظهر في كف المكوى بعد فترة من كوي الملابس. الخامة تeflon حراري، سعر القطعة 150 جنيه وسعر القطعتين 270 جنيه، ومتاح شحن لاي مكان في مصر. بعد ما نشفنا الميه وبقعة الزيت فضلت زي ما هي، هنجيب بقى كوبايه هنحط ربعها ميه والربع التاني خل، وهنقلبهم في بعض كويس، وهنبدا ناخد منهم ونحط مكان بقعة الزيت. والميه بخل هتخلي اي بقعة زيت هتخرج من الملابس بكل سهوله. بعد كده هنجيب اي صابونه ايد احنا بنستخدمها او اي هاند ووش احنا بنغسل بيه ايدينا، هندعك بيه القماش بالشكل ده كده ونبدا نفركه بفرشه السنان. بعد كده بنحط القطعه في الغساله وبتتغسل عادي، وان شاء الله بالله البقعه طلعت. بس انا هنا هشطفها وهحاول انشفها عشان نشوف فعلا البقعه طلعت ولا لا. دي اسهل وامن طريقه هتقدروا تطلعوا بيها اي بقعه زيت في اي ملابس موجوده عندكم، غير ان مكوناتها بسيطه موجوده عندنا في كل بيت. وده شكل القميص اهوت بعد ما خلص. ما تنسانيش بقى بدعوه حلوه وتدوس على القلب اللي في الجنب ده وتعمل شير عشان اكتر عدد من الناس تستفاد وناخد ثواب انا وانت.